اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح أسوي مرقة سبيناغ باللحم. عندي كيلو لحم عجل وقطعته بهالشكل هذا. راح أخليه على النار. خليت اللحم على النار وهسه راح أبدي أسوي السبيناغ، لأن اللحم بحد والسبيناغ بحد. بعد ما خليت اللحم نقعت اللوبيا، تنقع اللوبيا زين وارجع اغليها. بعد ما نقعت اللوبيا وغسلتها نظيف وهسه خليتها على النار اريدها تستوي. خليت اللحم على النار ينسلق، وهسه راح اسوي السبيناغ. ضفت الزيت وضفت البصل سلمته بهالشكل هذا. راح اخليه يذبل. هذا السبيناغ فرزته، شوفوا اللون، شو طريقة التفريز شلونها تطلع السبيناغ نفس اللون اللي قبل ما افرز بيه. وعندي هذا البصل، شوفوا شلون عاد اذبله، اريده يذبل. هسه تقريبا ذبل. بعد ما ذبل البصل راح اضيف السبيناغ بعد الجامد، توني مطلعته من الفريزر. وهسه راح اعوفه ويا البصل الا ما يذوب السبيناغ. شوفوا متابعيني، ذاب السبيناغ وهسه اخلطه ويا البصل. وكل 10 دقائق ربع ساعة اجي اخلط السبيناغ واخليه يستوي. شوفوا متابعيني، كل 10 دقائق ربع ساعة اقلب السبيناغ واضغط عليه وارجع اتركه مرة ثانية. شوفوا متابعيني، كل 10 دقائق ربع ساعة اقلب السبيناغ واضغط عليه وارجع اتركه مرة ثانية. شوفوا السبيناغ شلون صار بهالشكل هذا. راح اضيف له المعجون. هاي 3 معالق معجون، انتوا عاد حسب الثخن اللي تريدوه. اخلط المعجون ويا السبيناغ زين، نخلطها زين لين على مود المواد الحافظة اللي بالمعجون. هسه راح اضيف اللحم. هذا اللحم الماي سوا اضيفه. اخلطه زين. بعد عندنا اضافة اللغ، نضيف اللوبيا. وهاي اللوبيا بدون الماي، بس اللوبيا بوحدها، مو ماي السلق وياها، لا بس اللوبيا وحدها. وهسه راح اضيف لها بعد ماي. وانتوا حسب الثخن اللي تريدوه. وهسه ما راح اضيف بس الملح والفلفل الاسود. ومرقة السبيناغ ايش قد تكون ثخينة تكون اطيب. فراح اضيف الملح واضيف الفلفل الاسود. وانتوا عاد شوفوا ايش قد تريدون الفلفل والملح. وانا ما مخليه ملح ويا اللحم. كملنا مرقة السبيناغ ويا اللحم ويا اللوبيا. وهاي سفرتنا سفرة يوم 11 رمضان. سوينا مرقة السبيناغ ويا التمن. سهمكم وسهمنا العافية. راح اسوي كنافة. سويت او ثاني يوم ثالث يوم رمضان كنت سويت البقلاوة، فقلت راح اسوي الكنافة بالقشطة. عندي نص كيلو كنافة و5 كواب حليب. الحليب على النار. خليت الحليب على النار لان راح اسوي قشطة الحلويات، فراح استمر بالتحريك، ما راح اعوف الحليب لان من اعوفه راح يحترق الاسفل. فراح اظل اخلط
إلا ما يغلي الحليب. بدأ يغلي الحليب، راح أضيف 3 معالق خل أبيض، معالق أكل، 3 معالق أكل. شوفوا شلون بدأ يلكلك. هاي صفيت القشطة، راح أخليها تبرد. هسه عندي 3 أكواب حليب، راح أضيف 3 معالق نشا. هاي 3 معالق، راح أخلطهم زين وأخليهم على النار. خليت المحلبية على النار وعاد أخلطهم، راح أظل أخلط إلا ما تثخن. شوفوا متابعيني بهالسمك صار. وهسه راح أطفي النار. هاي بعد ما بردت القشطة راح أضيفها على المحلبية وأخلطها زين. وراح أتركها تبرد، إلا ما تبرد أكمل الكنافة. وهاي الخطوة الأخيرة غطيتها بالنايلون وراح أتركها تبرد. وهسه راح أكمل الكنافة. سويت قشطة الحلويات وموعت الزبدة، وهسه أسوي الكنافة. فكفكت الكنافة بهالشكل هذا، راح أضيف الزبدة. عندي قالب ونص زبدة، القالب 200 غرام ونص قالب 100 غرام، قالب ونص زبدة. راح كله أخلط الزبدة ويا الكنافة بهالشكل هذا، أمزجه. شوفوا شلون عتتجانس الزبدة ويا بهالطريقة. هاي كملتها، وهسه راح أفرشها بالصينية. وسعتها عاد أفرش الكنافة. أول طبقة كملت أول طابق، راح أضغط عليه بهالشكل هذا. القشطة كملت، شوفوا شلون صارت بهالشكل هذا. راح أضيف القشطة. هاي كملت القشطة. أضيف طبقة ثانية من الكنافة. هاي غطيت القشطة كلها، شوفوا بهالشكل هذا. أضغط على الكنافة بهالشكل هذا. كملت الصينية وراح أدخلها الفرن. طلعت الكنافة من الفرن وبعد حارة راح أرش عليها الشيرة. شوفوا متابعيني بالشكل راح أخلي الشيرة أرشها على الكنافة تتوزع.